ازيك يا حبيب قلب الزرزور؟ عامل ايه؟ انا حلو وانت حلو. بس كريم جونزيلا مش حلو، والاهلي كسب النهارده. الاهلي يفوز على حرس الحدود في مباراه في مباراه عجيبه، في مباراه غريبه، في مباراه تعالى. الاهلي كسب 3-2 وبقى في المركز الرابع ب 12 بونت، عشان يبقى الماتش اللي جاي ماتش الزمالك، اللي بالمناسبه الزمالك دلوقتي انا سايبه. قلت اتفرج على ماتش الزمالك كده، اشوف الفرقه اللي هنلعبها عشان نقول عنها كلمتين في حلقه النهارده. الزمالك مرعب، الزمالك مرعب يا زرزور، الزمالك مرعب يا قلب الزرزور. معاهم مدرب عالي، معاهم فرقة ما فيهاش نجوم كتير، بس عيال عايزة تلعب كورة. ما فيهمش نجم بيدوروا على نجم، فكلهم عايزين يبقوا هما النجم، فتلاقي السكواد مرعب. مفيش نجم في الفرقة ندور عليه بصيله الكورة، فالفرقة حلوة والمدرب عالي قوي. المدرب يانيك فريرا من احسن المدربين اللي جم الزمالك من وجهة نظري انا. الزمالك دلوقتي كسبان 1-0 الجونة. اظن ان لما النتيجة تخلص على كده الزمالك هيكسب، عشان الزمالك هنواجهه المباراة القادمة الاسبوع القادم. طيب، ماتش النهاردة الاهلي وحرس الحدود اللي استقبلنا فيه جونين وسجلنا 3 اهداف. كل ما نجيب جون الحرس يتعادل، كل ما الاهلي يجيب جون الحرس يتعادل، عشان يدل هذا ان احنا ما عندناش دفاع، ان احنا ما عندناش دفاع. النهارده الاهلي في جمل قايلها عماد النحاس، في جمل قايلها عماد النحاس. ده كالهجوم، يعني عندك حسين الشحات النهارده كان حلو على الجون، عندك طاهر مش افضل حاجه، بس كان في هجمات وفي عرضيات اتلعبت، وهدف جريديشار العالمي. والاهلي كان بيلعب على اطراف النهارده، ده عشان الجبهه اللي على الشمال كان فيها حسين الشحات وتريزيجيه، وده اللي بتكلم فيه. لو معانا جبهه فيها باك وهاف كويسين هيبقى في خطوره، لكن انت عندك الجبهه اليمين ميته، محمد هاني وطاهر. اللي اتحسنت بقى لما نزل بن شرقي، ولما نزل احمد رضا وعبد القادر، بقى في خطوره. خطورتك في هافاتك وباكاتك. لو الهافات حلوه والباكات وحشه مش هيبقى في خطوره، لو الهافات حلوه والباكات وحشه مش هيبقى في خطوره. عشان كده لما بن شرقي نزل وعبد القادر نزل شفنا خطوره، شفنا خطوره. محمد هاني النهارده يا جدعان، يعني في كوره كانت رايحه رمي التماس، وايا كان لاعب الحرس في ظهره هو ممكن يقع وياخد فاول، او ممكن يطلعها رمي التماس، انما تتقطع منه وتروح هجمه خطيره علينا، ده انا ما شفتهاش. دي انا ما شفتهاش خالص في حياتي يا محمد هاني، ما شفتهاش خالص في حياتي. تعبت منك بقى، قرفت منك، قرفت وتعبت. عايزين نحيي ياسر ابراهيم النهارده على الاداء الرجولي، ولكن لقطة اللي حصلت بعد الماتش على جايزة رجل المباراة، مش اصول يا ياسر تطلع منك، مش اصول يا ياسر تطلع منك. ايا كان مين اللي خد الجايزة هي مش هتزودك حاجة. انت راجل معاك بطولة افريقيا ومعاك الدوري ومعاك انتر كونتيننتال ومعاك برونزية كاس عالم، معاك جايزة معفنة ب2 جنيه. ملهاش لازمة اللقطة دي، ولكن في الملعب ياسر يظل ياسر رجولة، يظل ياسر رجولة. انما الاهلي بالاداء ده بالشكل ده بنسبة 70% هنلاقي نتيجة سلبية في ماتش الزمالك. الاهلي بخط دفاعه ده، خط الدفاع كامل بالباكات، يعني بتكلم على سرد باكين وباك ليفت وباك رايت، بالخط الخلفي ده هيبقى اكتر موسم الاهلي يدخل فيه اهداف فيه، لو مفيش صفقات في يناير دفاعية هيبقى اكتر موسم للاهلي تسجيلا اهداف في مرماه، تسجيلا اهداف في مرماه. النهارده الجبهه الشمال بتاعتك لما لعبت بحسين
كباك ليفت شويه وقدامه تريزيجيه، طيرت حسين خليته زي حسين يلعب شبه الباك ليفت، بقى في خطوره من ناحيته. ده يدل ان احنا لو معانا باكات حلوه هيبقى عندنا خطوره على الجون. لو عندنا باكات حلوه مع الهافات بتاعتنا ديت زي بن شرقي وزي عبد القادر وزي حسين الشحات وزي تريزيجيه وزي طاهر، معانا باك وزي زيزو، معانا وينجات عاليه، بس مفيش باكات بتخدم عليها. لا، والباكات بتاعتنا مش ما بتعرفش تخدم، دي ما بتعرفش تدافع كمان. فاحنا بنلعب بتسع لعيبه، احنا بنلعب بتسع لعيبه مش ب11. احنا بنلعب ناقصين باكين، فرقه بتلعب من غير باكات، مجرد ناس في الملعب بتجري، ناس في الملعب بتجري بس. ده اللي بيأثر عليك في الأهداف اللي بتيجي من ناحيتك، بتيجي من ناحية الباكات. ده اللي بيأثر عليك إن هجمات المرتدة بتبقى خطيرة عليك عشان الباكات ما بترتدش. ده اللي مأثر على النادي الأهلي دفاعيا، باكاته. ليه بقى؟ ليه؟ انت معاك ياسر إبراهيم سرد باك تقيل، طب معاك العش سرد باك حلو، طب معاك ياسين مرعي برضه سرد باك حلو. طب انت معاك سرد باكات حلوين، المشاكل الدفاعية دي منين؟ من الباكات. يعني انت تقول النهارده مشاكلك الدفاعية منين؟ من الباكات، من سوء التغطية. وطول ما باكاتك وحشة سرد باكاتك غصب عنها هتبقى وحشة. لو معاك راموس ومعاك بيكيه وباكاتك وحشة سرد باكاتك هتبقى وحشة. ده اللي بتكلم فيه، ودي المشكلة اللي عندنا في الدفاع. انما الاهلي النهاردة كان حلو هجوميا الى حد ما، مش حلو اللي هو الواو، لا، احسن من اللقاءات اللي فاتت. الاهلي احسن النهاردة هجوميا، في جمل عماد قايل عليها، اللعب على الاطراف، في جمل اتعملت زي حسين الشحات لما كان بياخد الكورة وبيبص وبيرفع، في لعب النهاردة على الأطراف من ناحية عماد النحاس وشغل قايل عليه. وإنما مش أحسن حاجة، وفي سوء تنفيذ بس شوية. ولكن المشكلة عندنا في الدفاع، المشكلة عندنا في الدفاع، المشكلة عندنا في الباكات، المشكلة في الباكات. واضحة وصريحة، واضحة وصريحة. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي. انتظر حلقة ما قبل لقاء القمة، هقول لك ازاي نقدر نكسب الزمالك. انا مش عارف ان يجي اليوم واعمل حلقة اقول لك ازاي الاهلي قادر يكسب الزمالك، ده كان البديهي والطبيعي. ولكن استنى الحلقة قبل المباراة، ازاي الاهلي قادر يكسب الزمالك، نقاط قوة وضعف الزمالك وقوة الاهلي. لو الكلام اللي انا هقوله لك اتنفذ الاهلي هيقدر يتغلب على الزمالك. انتظر الحلقة. كان معك الزرزور والى اللقاء.